الكوردون بلو من احلى والطف الاكلات اللي تبدو صعبه، بس هي اسهل منها مفيش. النهارده هنعملها وهنعمل معاها صوص المستردة. بس قبل ما نبتدي، لو دي اول مره تشوفوني، انا لينا. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده. ويلا نبتدي بالمقادير. صدور فراخ بدون عظم او جلد، ممكن تجيبوها متقطعه جاهزه على تقطيعه الكوردون بلو، او انتوا قطعوها في البيت. جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا ويفضل تكون ستيكس، شرايح روز بيف او لانشون، انا استخدمت لانشون، ملح وفلفل اسود، توم باودر وبصل باودر. هبدأ الأول بتقطيع الفراخ زي شرايح البانيه بس أتخن شوية. ولما أخلص تقطيع هجيب كيس هحط عليه شريحة من الفراخ وعليها كيس تاني، وهبتدي أدقها بمدق البفتيك من الناحية الناعمة، والدقة لازم تبقى بسحبة لبره عشان تتفرد معانا كويس والنسيج ما يتقطعش. هنعمل كده لحد ما حجمها يزيد شوية وسمكها يقل. هتبلها الأول بالبهارات وهفردها الجزء الخشن يبقى لبره عشان يمسك فيه البقسماط كويس. هبتدي أحشيها الأول. هحط اللانشون أو الروز بيف، وفوقها شريحة من الجبنة الشيدر وقطعة من الجبنة الموتزاريلا، وهبتدي ألفها رول وأنا بضغط عليها. هنسيبها على جنب لحد ما نكمل الكمية كلها، وهحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق. وبعدين هطلعها عشان التغطية. للتغطية بقى هحتاج دقيق، بيضة، ربع كوباية لبن، بقسماط، ونفس البهارات اللي تبلنا بيها الفراخ. أنا هسيب لكم كل المقادير عامة في صندوق الوصف. وهبتدي أحط البهارات على الدقيق والبقسماط والبيض. هقلبهم مع بعض وهضيف الحليب للبيض ونقلبه. وهاخد واحدة من الكوردون بلو همشيها في الدقيق، ولازم اكون حاطاه على الجناب بتاعتها. خلوا بالكم ان الجناب اصلا مفتوحة، واللي هيقفلها الدقيق والبيض والبقسماط مش اكتر. وبعدين البيض، وبعدين البقسماط. ولازم نتأكد ان هي متغلفة كويس ومقفولة كويس جدا من الجناب. ولما اخلص الكمية كلها بنفس الطريقة هكون مجهزة قطعة من الستريتش راب. هحط الكوردون بلو على قطعة منهم وهبتدي الفها رول، واحنا برضو بنضغط عليها كويس، مش عايزة يبقى فيه اي فراغات هوا جوه. وبعدين هبتدي ابرم الجناب كويس واربط الطرفين ببعض عشان اتأكد انها مش هتفك. انا كده خلصت الكمية كلها. بصوا مقفولة كويس ازاي وما فيهاش اي فراغات هوا. هدخلها الفريزر 10 دقايق او ربع ساعة، وبعدين هتبقى جاهزة للقلي. انا كل مرة بعمل منها كمية بفرز منهم شوية والباقي بقليه. في الوقت ده تعالوا نعمل صوص المستردة بنفس طريقة البشاميل. هنحط 4 معالق زبدة وعليهم 4 معالق دقيق. هقلبهم مع بعض لحد الدقيق ما يختفي. هنزل عليه بكوباية كبيرة من الحليب وهقلبها لحد ما يبقى قوامه واحد. هضيف تقريبا معلقتين كبار من المستردة وهقلبهم. قوامها تقل، المفروض ان انا اخففها بلبن بس كان خلص فزودت كوباية كبيرة من المية. هقلبهم مع بعض كويس لحد ما يبقى قوامها واحد، وهضيف لها جبنة تشيدر وجبنة موتزاريلا. هديهم تقليبة وهضيف الملح والفلفل الاسود، وهفضل اقلبها بقى لحد الجبنة ما تسيح. وده قوامها النهائي، مش خفيفة وما تقلوهاش عن كده عشان اول ما هتبرد هتتقل شوية. وكده بقت جاهزة. دلوقتي بقى هبدأ اقلي الكوردون بلو في زيت غزير درجة حرارة متوسطة. هفك الاسترتش راب واحط الكوردون بلو في الزيت. واهم خطوة ان احنا نفضل نقلبها كل شوية، ما نسيبهاش على جنب واحد عشان ما تتلسعش من ناحية منهم. اهم حاجة ان اول تقليبة لازم يكون عدى عليها على الاقل دقيقة علشان نكون متأكدين انها خدت لون حتى ولو خفيف من تحت. لو عندكم ترمومتر اكل فاحنا هنحطه في قلب الفراخ ونستنى لحد ما يوصل لدرجة حرارة 170، وكده نبقى متأكدين انها استوت. بما ان انا كنت ظابطة درجة حرارة الزيت فده خلاها ما تتحرقش من بره وتستوي على مهلها. اخدت مني تقريبا من 8 ل 10 دقايق، وده شكلها النهائي. ممكن يتقدم جنبيها رز او بطاطس بيوري. انا كنت عامله البطاطس البيوري قبل كده في فيديو الستيك، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. تعالوا بقى نقطع واحده ونشوفها من جوه. بصوا الجبنه عامله ازاي، شكلها بجد فظيع. هحط عليها كميه من الصوص بجد تحفه. اتمنى تكون وصفه النهارده عجبتكم، جربوها واكتبوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير.